يا هلوز، صحصحوا بقى معايا كده علشان هقول لكم النهارده على هاكس بجد يا جماعه، من احلى الهاكس اللي هتشوفوها وهتفيدكم جدا جدا جدا. اول حاجه المناديل المبلله او الوايبس عندنا لما بتنشف كلنا بنرميها. تعالي اقول لك بقى ازاي تحييها تاني. هجيب جليسرين طبي من الصيدليه وحبه ميه مغليه وهتحطيها عليها وتسيبيها كده ربع ساعه 10 دقايق، مش كتير، وهتطلع معاكي المناديل فظيعه واحلى كمان من ان انت جبتيها جاهزه وما عندتيش ترميها تاني. كمان الفكره دي لذيذه جدا للفطار. هنحط البيض بتاعنا وكل الحشوات ونفتح عيش الفينو كده وهنحطه عليه ونقلبه الناحيه التانية ونطبق العيش الفينو، وهيبقى معاكي احلى ساندوتش للفطار، سهل وسريع وجميل جدا وكله بيتعمل في حاجه واحده. غير بقى ان العيش لما بيتوستد كده على البان بيبقى طعم الخبز نفسه حلو قوي. الهاك دي بقى انا قالها لي شيف، قال لي عايزه اللحمه المعصجه يبقى طعمها غني وعميق كده وطعمها مختلف، حطي عليها نسكافيه. بعد ما تخلصي كل حاجه رشه نسكافيه عليها يا جماعه، هتفرق جدا في طعمها. كمان لو عندك ازايز الكان بتاعتك مفتوحه ومش عارفه تقفليها ازاي، كلنا عندنا الكب كيكس اللي هو الورق بتاعهم، نحطها كده وباي استك، اي توكه استك عندنا هنقفلها وبكده هتحفظ الصودا بتاعتها. والهاك دي فعلا انا بعتمدها كتير قوي دلوقتي. كمان لو عندك العيش نشف ومحجر كده زي ما انت شايفه، بلي انا بليته هنا كتير يا جماعه، معلش لا انت نديه بس، يعني بله خفيفه خالص وهيخرج معاكي طري جدا. انا هنا عشان بليته كتير باش شويه، بس بجد لما بنديه حتى لو منديل مبلول كده بس هيطلع معاكي فريش جدا. عايزه بقى تسلقي نوعين من المكرونه وتفضي الاشتباك اللي بيحصل بين الاخوات، او حتى جوزك بيحب البنه والسباكيتي، اعملي الهاك دي بمصفى كده وهتطلعي بنوعين مكرونه. الهاك دي يعني بجد من الحاجات اللي انا كان نفسي فعلا اعرفها من زمان. لا دموع بعد اليوم بقى، ان انت بس تحطي زيت على سكينه كده بمنديل او بقطنه وبتبتدي تقطعي البصل بتاعك ومفيش دموع هتنزل تاني. عايزه بقى تحافظي على ورقيات الخضره، اي حاجه بتجيبيها كده يعني ورقيات، حطيها في فويل وعليه اي الكلينكس او مناديل المطبخ، وابتدي كده غلي فيها وهي تقعد معاكي لغايه 10 ايام، بتقعد في التلاجة يا جماعه، بتبقى فريش كل ما بفتحها. كمان تقشير البيض، لو عندك بيض يعني سلقه كذا بيض وعايزه تقشريهم كلهم في مره واحده، حطيهم جوه كوبايه رجيهم كده وكل القشر هينزل في الكوبايه، تقدري تقشريه جوه الكوبايه وتتخلصي منه، وكمان هتتقشر بمنتهى السهوله. يعني الفكره دي برضو من الحاجات اللي هتسهل عليكي فعلا في وقفتك في المطبخ. التوم ما تقشرهوش بالطريقه التقليديه بالسكينه، لا اخبطي عليه كده خبطه بسيطه والقشره هتتفك بمنتهى السهوله زي ما انتي شايفه. لو بتعاني بقى من تكثيف الدخان في الحمام، من حتى العربيات، لما بيبقى ظهر العربية كده فيه تكثيف للدخان، هاتي كده بطاطساية ومش شرط تبقى بطاطساية فريش، يعني بطاطساية هترميها خلاص مش هتستخدميها، اعملي بيها الازاز بتاع المرايات والحمام كله، وهي مش هتكثف دخان خالص. زي ما انت شايفة كده المية مش ظاهرة فيها، كل التكثيف حوالين الحتة اللي احنا ما عملناش بيها بالبطاطساية. كمان علشان ما نهدرش النعمة، لو اللبن وقع منك على البوتاجاز ما تمسحوش بالمنديل، اعملي كده عيش عليه، خلي العيش يمتص كل اللبن اللي على البوتاجاز، وابتدي ان انت حطي العيش ده لاي قطه في طبق كده في الشارع، اي كلب. انا هنا عشان عندي الكلبوب بتاعي فهو بياكل اي حاجه فاديتها له واتبسط بيه قوي، وفي نفس الوقت ما اهدرناش اللبن. كمان لو انت عندك القمصان بتاعتك بتقع دايما في الدولاب، طبعا كلنا عارفين ان دي بتقرفنا جدا، حطيها كده في التاج بتاع البراند اللي موجوده، او التاج بتاع القميص، التاكت بتاعه بالشكل ده، وهو مش هيقع منك تاني في الدولاب، وكمان هيحافظ على يعني على تعليقته كده وشكله. من كمان الهاكس اللي بتهدر لنا وقت وفلوس، هي ان الصودا بتاعت اي حاجه ساقعه بنجيبها بتروح بسرعه، فكل مره تستخدميها اضغطي كده الحاجه الساقعه، فرغي الهواء واقفليها كويس وهي تقعد معاكي بالصودا لاطول فتره ممكنه. هاتي بقى علبه تونه قديمه عندك كده وحبة رمل من اي شيء، مش شارع، من اي مكان بيبنوا، املي كده حبة رمل، صفي الرمل كويس كده من الحصى اللي فيه، وابتدي املي الرمل في علبة التونة وحطيها بقى وشوفي احلى رمالة قهوة هتاخدي منها، احلى قهوة يا جماعة مش طبيعية. عيني بقى العلبة دي والرمل ده في كيس او عينيها في اي مكان بعيد كده، فوق التلاجة، فوق اي حتة، وكل مرة تعملي فيها القهوة تنزليها خطيرة يا جماعة، احلى قهوة هتشربيها
مفيش داعي ان انت تشتري رمالة قهوة تاني. كمان بقى تعالي اقولك ازاي تعملي بخور في البيت في ثواني للناس اللي عندها بتتخنق من ريحة البخور وبيجيلها حساسية. هنستخدم سكر بودرة وبودرة مايكا، دي بتتجمع العطار باي لون انت تحبيها، وممكن كمان ما تلونهوش لو انت مش لاقيه الالوان، وعليها اي زيت عطري. انا استخدمت زيت الفراوله يا جماعه، اوف ايه الحلاوه دي. اي قوالب بقى حطي فيها العجينه دي او كوريها في ايدك بس مش شرط قالب، واستخدميها كبخور. عايزه اقول لك ريحه السكر لما بيكرملايز كده في النار مع ريحه الزيت العطري، ريحه ناعمه وخفيفه، وبتخلي الفراوله بقى مع السكر ريحه التشيز كيك. ممكن تغيري في العطر زي ما انت عايزه، بس بجد يا جماعه هتدمنيها البخور ده وهتعمليه كتير. نسيت اقولك ان ممكن تدخليه التلاجة شويه يمسك بس نفسه مسكه خفيفه، بحيث تقدري الفريزر قصدي، بحيث تقدري ان انت تستخدميه بمنتهى السهوله. كمان الافكار الفكره اللي جايه دي من الافكار اللي يعني هي في ناس بينتقدوها، بس انا بالنسبه لي عادي. لو انت عادي اعمليها، مش عادي براحتك اسكبت. البادز بتاعت اللي موجوده عندنا ممكن نستخدمها يا جماعه في حاجات كتير جدا. انا بستخدمها في ايه بقى؟ بحط عليها منعم هدوم او زيت عطري، وابتدي ان انا الفها باللفه دي كده واخليها تتشرب كل العطر، واحطها في الدولاب في الكلوزتس بقى بتاعتنا في اي حته انا محتاجاها، حتى في الباسكت في الحمام في حته متداريه كده، بتطلع ريحه طول الوقت طول الوقت. ناسبتك الفكره اعمل ايه، ما ناسبتكيش ما فيش مشاكل، ما تعملهاش. كمان لو عندك اي حاجه عايزه تشربيها ساقعه زي النسكافيه، تلجي النسكافيه كده في الفريزر وحطيه في كيس وكسريه كده، يطلع معاكي مكعبات نسكافيه جاهزه تقدري تستخدميها مع النسكافيه بمنتهى السهوله. واخر فكره معانا النهارده هي ان انت لو عندك المكرونه بتفور وبتبهدل الدنيا، قبل ما تسلقيها كده ماشي كده قطنه بزيت، فرشه بزيت حوالين حواف الحله، وهي مش هتطلع اي ريم تاني. دي كانت افكار النهارده. قولي لي ايه احلى فكره عجبتك وايه الفكره اللي ناويه تجربيها، وما تنسيش اللايك والسبسكرايب والشير، وكمان الكومنت الحلو اللي انا بحب اتشجع بيه وبيشجعني ان دايما احط لكم هاكس وافكار جديده.